بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذة الدكتورة وجوجة سامية، طبعا صاحبة هذه الندوة الموسومة بأشكال الصراع الديني والحضاري حول القدس في الأدب العربي. طبعا هذه الندوة هي من طرف مخبر أبحاث اللغة والأدب الجزائري بجامعة طبعا بسكرة بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي بسكرة. هي تعالج موضوع حيوي، موضوع يعني يؤرق يعني العرب والمسلمين يعني في هذا الزمان وفي كل زمان، لأهمية مدينة القدس، لأهمية فلسطين في التاريخ، في الأدب العربي، وبالتالي كانت المداخلات تنصب في هذا المعنى: إبراز أهمية مدينة القدس في التاريخ القديم وفي التاريخ المعاصر، وأيضا أهميتها بالنسبة للأدب العربي في النصوص الأدبية، سواء كانت دواوين شعرية، سواء كانت أيضا أعمال سردية روائية، وفي نفس الوقت يعني إبراز الجماليات والنواحي الفنية في هذه النصوص.